السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين تربية الطيور مع الحواشي. أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا النهارده بفضل الله يوم الخامس يعني، وهنجيلكم بقى بتفصيلة مهمة جدا ضرورية تنزل في اليوم الخامس يعني. طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم بقى، اتكلمنا في الكام فيديو اللي فات على الاستقبال ودرجات الحرارة وننزلها ونثبت، ده كله ممكن ترجعوا اللي فات موجودة على القناة. طبعا باليوم الخامس بقى طبعا هنكون بقى ايه، نزلنا برضو الفيتامينات اللي هم اليومين الاثنين بعد الاستقبال. هنيجي بقى السؤال المهمة جدا احنا عاوزينها، اللي هي تحصين الكوليسترول. تحصينة الكوليسترول اللي هي التصفيرة البني، هي هتلاقيها ابتدت تظهر هنا في الأرض قدامكم أهي. هحاول أوريها لكم أهي زي دي كده مثلا، اللي هو الإسهالات البني دي هتلاقيها ابتدت تظهر في الأرض جامد. معرفش بقى تبقى باينة قدامكم ولا لأ، زي اللي قدامكم دي كده أهي أهي. فإحنا من يوم الخامس بقى نبتدي ننزل تحصينة كوليسترول. طب إحنا هنعالج الكوليسترول ده بإيه؟ عندنا الكوليستين يمشي، عندنا الأمبيسيلين أو الأموكسي. يعني في ناس كتير بتشتغل أموكسي، وأنا بفضل إن أنا أشتغل بالاموكسي. طب احنا هننزل الجرعه دلوقتي وباذن الله، واحنا بنعالج كوكسيديا على عمر 13 و14 و15 هننزل برضو معاهم جرعه كوليستيريديا تاني. واحنا عارفين ان الكوليستيريديا كده كده بتظهر من رابع يوم يعني، او خامس يوم في في الدوره. فنبتدي ننزل بتحصينه 3 ايام ساعه 12 ساعه، جرام على اللتر من الاموكس، يعني 100 جرام على اللتر. ولو لا قدر الله الكوليستيريديا جايه شديده وما بتمشيش، من اقوى العلاجات اللي بتعمل نتائج كويسه جدا معاها ان احنا يعني ايه، بنخلي الاموكسي مع الكوليستين، نص جرام كوليستين مع جرام اموكسي على لتر الميه ساعه 12 لمده 3 ايام. بفضل الله بتعمل نتائج كويسه جدا في الكوليستيريديا. واحنا عارفين ان الكوليستيريديا ممكن تعمل مشاكل في الفراخ، تقزم بقى والفراخ ما تحولش والكلام ده كله، تعمل مشاكل كتير قوي في الفراخ. فاحنا دلوقتي هنعالج باذن الله، ودي بتنزل من اليوم اللي يعني ننزل الخامس والسادس والسابع، وبعد كده هنشتغل برضه روافع مناعه وفيتامينات. وباذن الله 13 و14 و15 ننزل كوكسيديا مع كوستريديا، دي 12 ودي 12. وربنا يصلح حالنا يعني في الدوره دي، وربنا يعدي على خير يعني. دعواتكم الناس ان ربنا يصلح حالهم في الدوره دي باذن الله، وربنا يصلح حالهم يعني باذن الله. واحنا مع بعض كده كده، كل ما هنعمل اي حاجه او اي تحول هنوريه لحضراتكم. واحنا بسم الله على النبي زي ما انتم شايفين كده، فراخ ما شاء الله يعني، التحول ما شاء الله بتاعها جميل جدا زي ما انتم شايفين. بس مريحه الجو ايه، حراره عاليه. طبعا احنا الحراره زي ما احنا اتفقنا مع بعضنا من بعد اليوم الثالث بننزلها نص درجه تدريجي كده. النهارده المفروض درجه الحراره 33 باذن الله، بكره تنزل كمان نص درجه، وبعده هنثبت على 32 زي ما قلنا لحضراتكم. ولو عجبكم الفيديو بقى نعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.